بدوة لحوني لحن تغرود البيدي في شف ويهن من سليل البوسعيدي فيها ترنم والوطن في ثوب عيدي هيثم ببشت الحكم والخنجر سعيدي لحوني تغرود البيدي في شف ويهن من سليل البوسعيدي فيها ترنم والوطن في ثوب عيدي هيثم ببشت الحكم والخنجر سعيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة والسرور. الوجوه العمانية التي تفتش عن نفسها وتشارك في أعمال درامية وجوه متعددة مهما كان حجم الدور، إلا أن الموهبة تلعب لعبتها في هذا الجانب وتتحدث عن نفسها. معنا أحد النماذج الجميلة في عالم الدراما، اليوتيوب أولاً، وكذلك المسرح، وكثير أيضاً من الأعمال التي أحب أن يكون له بصمة فيها ويشارك فيها لشغفه بعالم الفن. غانم بن خميس العمراني، أهلا وسهلا بك غانم، كيف الحال؟ أول شيء حياك الله، بارك الله فيك، يعطيك الصحة والعافية، وأشكركم على هذا اللقاء الطيب. الله يسلمك يا غانم، شوية تتقرب شوية إن شاء الله. الله يسلمك. يعني احنا سعيدين بالنماذج العمانية أينما كانت وأينما تحل، وانت اخترت مسار فني. ايش اللي خلاك تدخل هذا المسار الفني؟ مين اللي يعني دلك على طريق الفن؟ والله كان هذا موهبتي، كان أنا فكرت أدخل في المجال هذا التمثيل. كنت أول ما بديت سنة كم؟ تقريبا من 2017. 2017. نعم، حلو. دخلت معاهم في أعمال في اليوتيوب، مجموعة شباب اليوتيوب، سوينا أعمال معانا وصورنا عدة أفلام في اليوتيوب، اللي هو مسلسل اليتيم ومسلسل سور العويد. أول بدينا يعني في قناة فريج العويد نفس الشيء، عملنا مسرحية العلم والشعوذة، سميته فريج العويد بالاسم المنطقة يعني. بنفس المنطقة. أيوة. في ولاية العويد، مصنعة، ولاية المصنعة. أيوة. جميل. وبدينا البدايات شوي ونطلع يعني. بعدين دخلت مع شباب جزاهم الله خير في الأعمال التلفزيونية، أعمال مسلسل الدهاريز، وفي مسلسل السدرة وقلب الضرير، وفي مسلسل منا وفينا، وفي المليونير، وجزاهم الله خير وأشكرهم طاقم العمل اللي كان معاي ساعدوني جزاهم الله خير يعني. ما شاء الله، يعني لا بأس. الحصيلة اللي انت شاركت فيها في الأعمال التلفزيونية حصيلة كبيرة الحمد لله، لكن أنا أعمالي خفيفة معاهم، هم قصروا جزاهم الله خير معاي. نعم. الواجب يعني أدوار استثنائية هكذا، يعني خفيفة معاهم، مثل بأول بداية كومبارس معاهم. نعم، أيا كان الدور، كومبارس، عمل يعني بسيط، بس هو يضيف، ويعني الإنسان يشعر بأنه هو قام وأدى حاجة مهما كان حجم الدور. صح، هو لو كان تقول كومبارس، لكن أهم شيء أنت تظهر في الشاشة موجود. نعم. قدام الجمهور، وهذا فخر لوطني البلدي. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني أحسنت. غانم، يعني تذكر أول دور مثلت فيه إيش كان؟ والله دور في مسلسل حكايات من أهل الدار، المخرج ناصر حمود البطاشي جزاه الله خير، ناصر البطاشي يعطيه الصحة والعافية، وسعيد الصوتي موجودين. نعم. الأستاذ عيسى جزاهم الله خير ما قصروا معاي. درت دور في الدور، أنا متزوج وعندي أولاد، لكن الأولاد عندهم شوية نوع من الجنون، أرسلهم إلى يشتروا سامان أو أشتري لهم يروحوا بضائع الدكان يطولوا. نعم. علي يعني أنت كنت دور الأب. دور الأب. نعم.
والاولاد ما على مسارك ما يعني. على مسارهم كل حد يشتكي عليهم. جميل اقول لهم ان شاء الله اذا انت متاكد هذا اولادي ان شاء الله لكم مرضى يعني. نعم. انا بدو هذا فارس الام تبى تضربهم بخيزران. من كان دور الام هناك؟ هي كان امينه البلوشي. امينه عبد الرسول. لا امينه البلوشي من صنعاء. من المصنعة. كان هي في الدور يعني معانا، زوجتي كان في الدور. حلو. والله. يعني انت الان يعني اليوتيوب بالنسبه لك اول بدايه كانت صحيح؟ صحيح. فما بين اليوتيوب وما بين التلفزيون طبعا يعني غير، يختلف شويه الوضع. هو يختلف ما بين التلفزيون ما بين في اليوتيوب عادي. كيف كانت يعني ايام اليوتيوب، وكيف بعدين لما انتقلت للجانب التلفزيوني؟ والله من بديت في اعمال اليوتيوب طلعت من التلفزيون شويه، اشتغلت اكثر. نعم. مشاهده قدام الجمهور على الشاشه. بالضبط. وجزاهم الله خير، اشكرهم جزيل الشكر، طاقم العمل كامل يعني. نعم. كيف كنتوا مثلا ظروفكم وانتم تقدمون في اليوتيوب؟ اعتقد العملية الكاميرا وكذا هذه كانت أشياء بسيطة صح؟ أشياء بسيطة، وإذا شيء حاجة بسيطة احنا نلغيها مرة ثانية ونعيد الفيلم مرة ثانية. وتتعاونوا ما بينكم. كان من قلت لي من مخرج في اليوتيوب؟ مخرج اليوتيوب هذا كان خميس، كان القاسمي قبل. خميس القاسمي. بعدين تبدل واحد لأنه ما ضالين على واحد، هذاك عنده ظروف يصير يعني والله عليه دوام. نعم. يخلي حد بداله. ما شاء الله. والحين اشتغلت الحين في التلفزيون، اشتغلت في مسلسل هذا الجديد اللي اشتغل عليه. نعم. مسلسل هو هذا اسمه مدح. هذا ليوسف البلوشي. جزاه الله خير، بارك الله فيه. يعني هذا آخر عمل آخر عمل معاهم للتحضير. إن شاء الله دورك حلو. وإن شاء الله دوري يعني خفيفة، ولكن نعم. نقول الحمد لله. جميل. في دور ما احتاج اشرح لك الجمهور ان شاء الله يشاهدونا. ايوه عشان ما تحرق الشخصيه. طيب. والله. انت عارف انه احيانا لما الانسان يتكلم عن العمل ينحرق. لا صحيح. ايوه. لكن احنا نبغى مفاجاه حلو ان شاء الله. الله حيانا ويعطينا الصحه والعافيه، وجميع الشباب الله يعطيهم الصحه ان شاء الله. في رمضان اكثر شيء يمكن يكون لك ان شاء الله، يعني في رمضان باذن الله تعالى. ان شاء الله. يعني غانم، المسرح كيف شاركتوا في اعمال مسرحيه؟ والله شاركت انا في مسرح والبدايه في اليوتيوب، في منطقه في معانا في المصنع، ولايه المصنعه منطقه العويل في العلم بالشعوذه. نعم. وكان الكاتب علي عبد الله صالح شكيري، كان زمان اول عمل مسرحيه كانت. بعد مسرحيه الوطني. نعم. بدت تقريبا 5 سنوات 5 سنوات تقريبا. وبعدين دخلت في مسرح الخط الطموح يونس المعول المخرج. خط الطموح ايش قدمت عندهم؟ في نعمان. ايوه. قدمت انا عملي كوميدي. يعني عندي دوري انا شيخوخه، يعني اخوي والشيخ سالم. نعم. انا ادخل كذي، يعني عندي شيخوخه ما عندي مخ، يعني ادخل عليهم كذي. يعني الشيخ تقصد ان الشيخوخه معناته انك انت خلاص يعني خلاص فاقد السن يعني. فاقد ذاكره او بمعنى اصح مثل ما يعرف بهذا المرض اللي هو خلاص زهايمر. نعم. ما قلت نعم. جميل. ايوه. بصراحه كيف كان الناس وايضا لما شافوا دورك في هذا العمل؟ والله صراحه شجعونا على الدور وضحك فيه، يعني حركه كوميديه. نعم. ضحكوا الشباب والجمهور ضحك يعني. نعم. ودخلنا بعدين رحنا عرضنا مسرحيه في نادي السويق الرياضي، كان زمان فتره طويله. نعم. مع نفس المخرج يونس المعولي. ما شاء الله. الطموح. ما شاء الله. عقب رحنا عرضنا في معرض الكتاب في المطار. ما شاء الله. كان جديد يوم اول ما فتح. نعم. وهذا شيء يدل عليه يونس المعولي، يعرف الشيء هذا. يونس المعولي يعني ما شاء الله ايضا اضافه جميله انك اشتغلت مع هذا المخرج، واشتغلت مع ناصر البطاشي، وقلت لي ايضا مع كثيرين من الشباب. أيوة. سعيد الصوطي، وكذلك الدكتور عيسى. هذا كلهم يعني اكيد يعني اضافوا لك، ويمكن ارشدوك ووجهوك لبعض. وجهوني ايش صح وايش الخطا. نعم. يعني مثلا سعيد الصوطي اوجهك لايش؟ سعيد الصوطي ايش اللي اضاف لك اياه؟ ما شاء الله كاتب جميل ويعني حرك ونشط. هو دلنا على الكثير، يعني ان هذا الخطا وهذا الكلمه خطا وهذا الكلمه صح. توجيهات في النص. وجزاه الله خير ما قصر معي. والدكتور عيسى والاستاذ الصوتي سعيد. جمال جزيلا. الله يعطيهم الصحة والعافية. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى واشكر طاقم العمل التلفزيون بعد سلطنة عمان، صراحة ما يقصوا معي. كيف البيئة في تلفزيون سلطنة عمان معك كانت؟ والله أمور طيبة الحمد لله، وشعب طيب
الطاقم الفني الطاقم الفني اعمالهم وطاقم الدراما وكذا كلهم دراما امورهم طيبه الحمد لله، جزاهم الله خير، ما قصروا معي. لما كانت يحصل اخطاء كيف كنتوا تعالجوها؟ تعيدوها؟ اذا في اخطاء لا هم يعيدوها انا مرة. كنت معاهم بس اعمال خفيفه. نعم وهم بس اشكرهم ان جزاهم الله خير ما يقصروا معاي. يوم يطلبونا مثل اعمال كومبرس، يعني مثلا يجيك واحد بيقول لك والله انت في اعمال كومبرس والله انت حركاته الواحد لما يعرف هذا الفن يقول كذا. بعد اعمال الكومبارس تتمنى ان شاء الله تكون لك اعمال كذي، يعني بعض الشخصيات ان شاء الله اتمنى في اعمال القادمه ان شاء الله. ليش تقول يعني ندائك لمين؟ للدراما في عمان قصدي وزارة الإعلام، انهم يعني المخرجين في اي زاوية كانت يعني يعطوك ايضا ادوار قادمة ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى منهم وجزاهم الله خير. انا اقول ما قصروا، الله يعطيهم الصحة والعافية، طاقم العمل في تلفزيون صوت عمان وطاقم سواء شركة الإعلام أو سواء التلفزيون بالنفس ما يقصروا معانا. يطلبونا مثلا يطلبوا زيادة عدد والله اسمه، لكن أنا ما أقول لا، يعني أقول أنت أي دور يكون ذا يعني ما عندك يمشي مشكلة، ما عندي مشكلة، لكن تطمح الأدوار الكوميدية شوية. هذا فخر بلد أكيد. يعني مثلا تقول والله سواء مبلغ والله ما في مبلغ أنا أجي عادي يعني. نعم، ما من أجل المال، ما من يعني. أجل المال، أنت هذا تمثل بلدك، صحيح، مثل وطنك، صحيح. اي نعم. احنا خلينا بس ناخذ فاصل ونهديك هذه الأغنية. جزاك الله خير. أحسنت، الله يدومك إن شاء الله. أحسنت. دعوة لك من أهالينا بكل بيت، نشهد انك وافين فينا كنت وفينا، فخر جابك قدر نعمة عمر لعماننا.
غانم العمراني، أنت نموذج جميل وما شاء الله، يعني شاركت في أعمال جميلة، في اليتيم، في كثير من الأعمال ما شاء الله، وأكيد يعني عندك هدف، وحاب أيضا يكون لك بصمة قادمة إن شاء الله في مجال الدراما. ان شاء الله. وهذا أنا احب هذا المواهب يعني الشغف موجود. شو موجود. اهم شيء مثل بلدك وطنك، هذا وطنك الغالي. يعني الله يدوم مولانا صاحب السمو صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظ الله ورعاه. آمين ويمدد عمره يا رب العالمين. آمين يا رب آمين. نتمنى دائما إن شاء الله هذه النماذج أيضا تلقى الرعاية وتلقى الاهتمام وتتاح لها الفرصة أكثر وأكثر. ويعني صحيح مثلا غانم يمكن أخذت أعمال بسيطة بحجم أدوار بسيطة، ولكن أكيد القادم أحسن وأجمل وأفضل. لعل إن شاء الله يكون لك دور كذا تمثل كذا شخصية كوميدية قادمة إن شاء الله. ليش لا؟ يعني بداية يعني جيدة، حتى لو صارت أعمال عندنا بجيبك معي إن شاء الله. أمور طيبة إن شاء الله. لا أهم شيء بإذن الله تعالى إن شاء الله بكون معك. خلينا بس في حكايات، اسمه حكايات إيش؟ حكايات من أهل الدار. حكايات من أهل الدار. أيوة. خلينا نشوف مشهد كذا من ذيك المشاهد القديمة إن شاء الله. يلا رزان نشوف المشهد. زي اليوم شفتك. الحمد لله. تفضل. حبيت استفسر عن جاسم وزكريا، كيف اسلوبهم معك في المدرسة؟ والله من ناحيه الطالبين زكريا ترى زين، اما الثاني ترى قاسم تعبني وشاغب وضعيف في الدراسه، وزين تتابعوهم ان شاء الله معلم. ما له خاطر طيب ان شاء الله. جزاك الله خير. احسنت. تراك ضايقتني اليوم، والله العظيم ما خليتني اذاكر. ذاكر يا العبقري. الحمد لله، لو انت تمسك لك كتاب وتذاكر احسن لك من هذا الهياسه. يا اخي ما يلك خص، ما عاجبنك ضرب راسك في القدام. اقول لك ترى هذا مستقبلك. ما لك دخل بمستقبلي يا اخي. ترى مستقبلك بيكون في زريبه الهوش. بنشوف من يكون زريبة الهوش، انا ولا انت. والله يعني كنت انت الاب، يعني كنت انا العب. ابوه هذاك اللي ابوه هم لما وجعي له راسي هم الاثنين. نعم، لكن في واحد كانه مهتم بالدراسه. مهتم، لكن هاك الثاني عاد هو هو اللي منقرن بك مره. هو ما هو مقصر معك. ما مقصر. يعني كيف المشهد هذا كم خذ منك؟ ما عدته مره واحده على طول؟ لا بس هو هذاك مره واحده. مره واحده. هذه مشاهدك يعني. يعني اكثر شيء اتابعه على طريق اليوتيوب. اليوتيوب اللي مع والشباب لما بعد التواصل الاجتماعي يشاهدون. حلو. جزاهم الله خير، يشجعوني يعني. نعم، احنا ما عندنا المواد كلها الحين، المحتويات يعني ما موجوده، لكن ان شاء الله ان شاء الله في مرات قادمه بنحاول يكون الموجودات وايد معها، لكن يبان انه يعني وقت. الله يعطيك الخير والعافيه. بارك الله فيك. نحن نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ومزيد من تقمص للادوار، وندعو المخرجين انهم ايضا يفتحوا الفرصه لغانم العمراني في ادوار يعني طيبه وجميله كوميديه، وبدايه ان شاء الله للانطلاقه اكثر واكثر ان شاء الله لغانم العمراني، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله.